السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة. اليوم وصفتنا راح تكون تقليدية معروفة من زمان، نحتاج فيها الحسيلة. نبداو الوصفة تاعنا على بركة الله. أنا الحسيلة حنخدمها اليوم معكم بطريقتي، واللي حاب يشريها واجدة يشريها واجدة. ناخذ الكاسرونة ندير فيها 2 كيسان تاع سكر معمرين. شوفوا النار تاعي، خيرت النار تكون قليلة. حطيت الكاسرونة تاعي فوق النار، ونخلو السكر تاعنا يذوب لنا ويتكرمل لنا مرة على مرة. نحركوه شوية حتى ياخذ لنا هذا اللون اللي راح نوضح لكم في الصورة. انا في هذه المرحله ما راحش نزيد له تحمص بزاف عليه. لو كان نزيدوا له 2 كيسان تاع الماء، يعني عندنا 2 كيسان تاع السكر نضيفوا لهم 2 كيسان تاع الماء، كيله بكيله يعني كما يقولوا. الماء تاعنا هنا اللي نضيفوه له يكون ماء بارد حتى تسمعوه تفت حالتها حاله. ومن بعد تنتم راح يعاود يذوب لكم هذاك السكر تاعكم. ما تخافوش، هنا ضفنا له برش تاع القرص وفتيته تاع الشاب. ديروا غير شويه كما وريت لكم، خاطر كان ديروا بزاف راح يجيكم قارص. هنا السكر تاعنا شوف كيفاش بدا يذوب، بقى لنا غير شويه برك في الارض، ما لازم لا تحركوا لا والو. بعد ما ديروا لها الماء ما لازمش تحركوا كامل السكر تاعكم، خلوه يذوب وحده على هذيك النار الهاديه. هنا بعد ما ذاب لنا كامل السكر تاعنا وبدات الكاسرونه تاعنا تغلي لنا، بدا الخليط تاعنا يغلي شويه ويدير الفقاعات. في هذه المرحله نروحو نزيدوا له للنار ونحسبوا له 4 ساعات ونطفوا له. هذه باش تجيكم حسيله عاقده. شوفوا لونها شحال راهو شبابي شاهي معسل الله يبارك. انا ما خليتهاش 4 ساعات، انا خليتها 10 دقائق برك. في هذه الوصفه ما نحبش الحسيله تاعي تكون ثقيله، وانتوما اذا حبيتوها تكون ثقيله خلوها لمده ربع ساعه، راح تجيكم كيما تاع برا سوا. شوفوا لونها كيفاش جا ما شاء الله، جات عاقده، جات شابه، جات تهبل كيما تاع برا. انا ننصحك تخدميها في الدار خير من تشريها من برا. وما حش تحتاجي بزاف، يعني 2 كيسان سكر راح يكونوا كافيين في هذه الوصفه. دوكا نروحوا للعجينه. ناخذ اناء نديروا فيه 2 كيسان تاع سميد معمرين، ونزيد السميد. هنا درت سميد رطب، درت تاع الميزان. تديري اي نوع عندك تاع سميد راح ينجح لك الوصفه. درت معاهم نص كاس تاع فرينه، ومن بعد زدت لهم مغرف تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع السكر وملعقه كبيره تاع الملح. خلطت النواشف تاعي كامل مع بعضهم حتى تجانسوا لي وخداو لي لون واحد، مش كما ذكرهم الاصفر سميد وحده والابيض فرينه وحدها. خلطوهم مليح حتى يتجانسوا كامل مع بعضهم. بعد ما يتجانسوا نبداو نزيدوا لهم في السوائل. نفس الكاس اللي عبرنا به السميد هو نفس اللي راح نعبروا به الماء. هنا الماء تاعي لازم يكون دافئ. ما تنساوش بلي رانا مستعملين الخميره تاع الخبز، والخميره تاع الخبز تحتاج الماء تاعها يكون دافئ باش تطلع، ولا ما راحش تطلع لنا اذا درناه لها بارد ولا درناه لها سخون بزاف. هنا كي درنا الكاس الاول نسيو ان ندخلوه شويه في العجين تاعنا، ونزيدو نضيفوا له الكاس الثاني. هنا تشوفوا بلي العجين تاعكم راح يخفف لكم شويه وراح يعاونكم الماء. نسيو انه ندخلوه مليح في هذاك المزيج تاعنا تاع السميد والفارينه. نزيدو نخلطوه غير هكا، غير بالفوي برك ولا سباتول ولا اي عفسه عندك. سي انك تدخلي الماء تاعك فيه. نزيدوا لها الكاس الثالث ونزيدوا نحركو مليح ونخلوه يدخل. كل ما تحركي كل ما العجين تاعك راح يجيك خفيف وشباب. نزيدوا نحركوه وندخلوا المكونات مع بعضها. نحركو مليح غير بالفوي، ونزيدوا نضيفوا لها الكاس الرابع كمرحله اخيره. الكاس تاع الماء الرابع، يعني كل حاجه استعملنا 2 كؤوس من سميد الناعم، نصف كاس فرينه، وزدنا لهم 4 كيسان تاع الماء دافي، واستعملنا لهم ملعقه كبيره سكر، ملعقه كبيره ملح، وملعقه كبيره خميره الخبز. نخلطوا كلش في الاشوار. اللي عندها لو بغا ميكسور تستعمل لو بغا ميكسور تاعها، واللي ما عندها والو لا بغا لا اشوار تقدر تستخدم غير بيدها. تزيد تخدم شويه هذاك العجين شويه غير بالفوي ولا بيدها تدخلها في هذاك الخليط تاعها، وتزيد تحل شويه هذاك السميد تاعها. هنا نبقاو نرحيو فيه حتى نحسوه ولا شويه ليس المزيج تاعنا. نحوه ونديروه في الاناء باش نخلوه يختمر. هذا هو. شوف كيفاش اللون تاعو ولا بيض شويه، مل البيوضيه، تحسي باللي الخليط تاعك امتزج مليح وترحالك وارطاب لك.
هنايا نزيدو نرحو الباقيه اللي بقات لنا، باقي تاع الخليط اللي بقى لنا نزيدو نفرغوه مع الخليط الاول. حسيت هنايا بلي هذا الاناء جاني صغير، بدلتو درت اناء واحد اخر حتى تختمر وزيد يضاعف الحجم تاعها. جيت نغطيه بالسيلوفان، ما حبش يلصق لي على جال بلاستيك، نحيت السيلوفان ودرتها في كيس بلاستيكي، كيس تاع الخبز، غطيته به وخليته يختمر. بعد ما اختمرنا الخريطه تاعنا، شوفوا كيفاش شكلنا هذوما الفقاعات، ودارنا هذا الوتش هذايا تاع باين بلي راه اختمرنا. نجيب الغراف تاعي ونعاود نخلط تخليطه خفيفه، تحريكه خفيفه المزيج تاعنا، وهنا نضيفوا له ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. حاولت اني ندخلها بالغراف بصح ما حبش تدخل، عاودت جبت الفوي تاعي وعاودت حركت المزيج تاعي حتى دخلت لي مليح هذيك لا ليفور في الخليط تاعنا. بعد ما خلطت لنا مليح ناخذ الطاجين تاعنا نديروه يسخن. هنا راح نعطيكم استيوش، انا الطاجين تاعي هذايا يلصق. جبت طرف تاع الصابون تاع الحجره اللي ما كنتش مستعملته من قبل اكيد، مسحت به الطاجين تاعي وعاودت مسحت عليه بطرف تاع الجين، قماش تاع الجين. اللي ما عندهاش الجين معليش تستعمل اي قماش عندها، هما يستعملوا في الحقيقه الجين لانه مقاوم للحراره. انت ما عندكش الجين معليش تستعملي اي نوع من القماش. هنا بعد ما سخن لي الطاجين زدت عاود درت له المسحه الثانيه بالصابون تاع الحجره، وعاودت مسحت مسحه خفيفه بالطاجين بالجين تاعي. وهنا جبت العجينه تاعي وفرختها في الطاجين باش نطيبوا الحبه تاعنا تاع البغرير. شوفوا كيف ما شاء الله جاتنا مثقبه مشهده خفيفه، تغير تهبل، ما فيها حتى تعب، ما فيها حتى مجهود. المقله تاعك تلصق، الطاجين تاعك يلصق. تقدري ديري معايا هذه الوصفه تاع اليوم، بديت لك لاستيوس اللي تخليك تخدمي بلا ما تخافي من المقله تاعك ولا من الطاجين تاعك. وشوفي كيفاش يخرج لك خفيف ومشهد ومثقب. وما راحش نحي لكم الفيديو ونخلي حتى طيب لكم الحبه تاع البغرير تاعنا ونحيها لكم بلا ما نكوبي اللقطه. وشوفوا كيفاش راح نحيها بكل سهوله. نبدا في الاول نطلع هذوك الجوانب، هذوك الاطراف بالسباتول تاعي هكذا هكا بكل سهوله راح تتنحى لنا. شوفوا كيفاش تنحات لي وبكل سهوله. ومن تحت شوفوا كيفاش طابت لي محمره على لون واحد، اخذت لي هذاك اللون الشباب. بقى باش نزيد نطيب الحبه الثانيه لازم نزيد نعاود ندير مسحه بالصابون، مسحه خفيفه بالصابون ومسحه واحده اخرى خفيفه بالجين، ونزيدو نرمو العجين تاعنا ونخلوها طيب. شوف كيفاش طابت لنا ما شاء الله. سيو هذه الوصفه وما كنتش رايحين تندموا عليها. اللي ما كانتش تعرف دير البغرير تولي دير البغرير، اللي كانت المقله تاعها تلصق لها وتخرج لها هذيك العجينه تاعها كامل فتات وما تخرج لهاش كامل الحبه، مع هاد لاستيوس راح تخرج لك العجينه تاعك وراح تخرج لك الحبه تاعك تاع البغرير. شوفوا كيفاش نحيها بكل سهوله. وما تنساوش طيبوها على نار تكون هاديه. انا في الاول كنت طيبت حبه على نار قاويه لصقت لي وما حبش تنحى لي كامل، من بعد غير نقصت لها للنار تسقم لي الطياب ولا يخرج لي اللبس عليه. شوفوا كيفاش خرج المشهد، هذا هو الشكل النهائي تاعها. شوفوا كيف خرجت خفيفه، كيف خرجت ما شاء الله عليها. شوفوا كيفاش طايبه صفيفه ذهبيه، خدات لي هذاك اللون الذهبي الجميل هذاك. الثقب تاعنا يبانوا حتى من اللور في الحبه بالمقلوب يبانوا لك الثقب تاع الشهده هذيك. شوف الكميه اللي خرجت لنا، 2 كيسان تاع السميد خرجوا لنا كميه ما شاء الله، كميه كبيره تبكى العائله وياكلوا كامل ويشبعوا وتمدي للجيران والله يبارك. خرجوا ما شاء الله. شوفوا كيفاش خرج ترونسبارون. شوفوا التقابي تاعنا خرجوا الله يبارك. بغرير وعليه الكلام. ننصحكم انكم تجربوا الوصفه، اكيد راكم رايحين تنجحوا فيها لانها سهله وبسيطه وسريعه. شفتوا ما شاء الله على الطريقه. هنا بعد ما عسلت وهذه هي العسيله، خلطت معها شويه تاع الزبده وعسلت بها البغرير تاعنا. درت لكم واحده على الوجه ودرت لكم واحده على القفا تاع البغرير تاعنا. شوفوا ما شاء الله. دوك نقسم قدامكم الحبه تاع البغرير، شوفوا كيفاش تتفتت جات ما شاء الله. اكيد ان الصوره ماهيش عطيت لها حقها، في الحقيقه خرجت شابه وتهبل اكثر واكثر ما شاء الله. شوفوا معايا كيفاش قسمت الحبه تاع البغرير، راهي تشهي شهيتكم في الجنه. خرجت شابه بالطبع، طاروا بيهم ما قعدوش كامل.
ما شاء الله. شوف كيفاش جاوني الصفيفرين شابين شاهين. ننصحكم انكم تجربوا هاد الوصفه وما كنتش رايحين تندموا عليها. شوف كيفاش جاوكم شبان، ما شاء الله ما شاء الله. اذا الحاجه من البغير تاعنا يذوب ويتفتت بنته روعة وما شاء الله. نتمنى انه يكون نال اعجابكم انكم تجربوا هاد الوصفة وتنجحوا فيها اكيد، لانها وصفة مضبوطة وناجحة 100%. ونتمنى انه الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بالجيم والبارطاج باش يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وما تنسوليش الاشتراك في القناة. ونتمنى انه نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر في عام قريب ان شاء الله، مع وصفات اخرى وجديدة ومفيدة وبصحتكم وشهيتكم في الجنة. والى الملتقى ان شاء الله.